نمت في الشارع وما كانش معايا ولا جنيه ولا دولار. مش منطقي اكون في دبي اغنى مدن العالم واكون في الوضع ده. الحقيقه لو ما تعرفنيش بكل بساطه انا أمنية كنت عايشه فتره في الامارات لحد ما دماغي قالت لي يا بنتي يا أمنية هي الدنيا امان ولا لا، وقررت انزل اختبر الموضوع بنفسي كبنت لوحدها تبات في الشارع. بس هي فرحه ما تمت. يا جماعه دلوقتي انا حاولت ادفع بالابل باي مش بيدفع، حاولت اسحب فلوس بس ما فيش فلوس بتتسحب، وجايه ادفع اكل مفيش اي حاجه بتتسحب، فانا دلوقتي هوملس فعليا. اول ما وصلت الشط كل كروتي اتقفلت، ما كانش معايا فلوس ارجع البيت، وهنا خسرت كل فلوسي. ما كانش معايا كاش حتى. ايه الحل؟ ما كانش معايا غير تفاحه كرواسون بالجبنه، طعمه كان اسوأ من اكل مليتي، ازازه ميه. الوضع ما كانش مناسب. نسكت. ابويا كلمني ومصر يشوفني فيديو كول. لك 4 ايام ما كلمتنيش ولا سمعت عنك حاجه. والوضع كان درامي لحد ما عرفت ان ده درس بتعلمه. انت مين لو في يوم من الايام لو اتاخدت منك كل فلوسك وبيتك مش قريب منك، او حتى اضطريت تنام في الشارع زي مصير ناس كتير دلوقتي؟ انت الشخص اللي لو كل حاجه اتاخدت منك هتكون عليه. وحتى تليفوني فصل وما كانش معايا شاحن لحد تاني يوم اتاكدت ان الدنيا امان وما حصلش حاجه ولا اتسرقت ولا حد ضايقني. بس اتعلمت ان الامان الحقيقي انت بتخلقه لنفسك مهما كانت ظروفك ايه. ولما فلوسي رجعت لي ورجعت تاني يوم البيت، رجعت بس ما رجعتش نفس الشخص. قولوا لي، هل عندك الشجاعه انك تعمل كده في يوم من الايام؟ ومين الشخص اللي هتاخده معاك في تجربه زي دي؟